قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. بيحكي فيلمنا عن كلب ذكي جدا بينضم للجيش الأمريكي وبيقدر ينقذ الجنود من الخطر والمعارك والهجمات وبيكون أشهر كلب في أمريكا. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ خلونا نكمل الفيلم ونشوف هيحصل إيه. فيلمنا بيبدأ سنة 1918 في فرنسا وقت ما كانت الحرب العالمية شغالة، وبنشوف الكلب ستابي وهو بيجري في أرض الحرب وبينقذ الجنود وبيعرف الجنود على أماكن أصحابهم المتصابين وبيكون الكل فخور بيه وبمجهوده كمان. وبنرجع بالزمن لقبلها ب6 شهور وبنشوف الكلب ستابي وهو بيتمشى في الشوارع وبيعدي من قدام محل جزارة وبيكون جعان جدا. ولما بيطلع الجزار يرمي الزبالة بيشوفه وبيطرده وبيرميله عظمة وبياخدها استابي وبيطلع يجري في الشارع، لكن بيقف لما بيلاقي قدامه وفد من الجنود الامريكان وهم متجهين للمعسكر عشان الحرب ضد المانيا. وواحد من الجنود واللي بيكون اسمه روبرت بيشوف استابي جعان وبيرميله قطعة بسكوت لاستابي وبياكلها استابي على طول وبيفضل ماشي وراهم. وبتبدأ أخت الجندي روبرت تحكي لنا باقي الأحداث بقى وتقول إن أخوها كان مشترك في الحرب العالمية سنة 1918. وقتها أمريكا ساندت فرنسا، اشتركوا في الحرب معاهم ضد ألمانيا. ولما بيدخل الجنود للمعسكر الحراس مش بيرضوا يدخلوا ستابي وبيطردوه وهو بيروح يحفر حفرة جنب السور كده وبيدخل المعسكر وبيدخل لأوضة الطباخ وبيشوفه وهو بيقطع لحمة، لكن الطباخ بيفضل يطارده وبيكرشه بره. وستابي بيخبط في روبرت وبيفضل يلعب معاه وبيحاول روبرت يبعده عنه علشان ما تحصلش مشاكل وبيعرفه انه مش معاه اكل يديهوله. لكن ستابي بيصمم يفضل واقف معاه، ولما بيهوهو بيشوفه النقيب وبيسأل عن صاحب الكلب. وستابي بيبص لروبرت وبيفهم النقيب ان ده كلبه وبيقول لروبرت يشوف له اكل. وروبرت بياخده لأوضة الطباخ ولما بيديه طباخ الأكل روبرت بيقول له يدي أكل للكلب. الطباخ بيكون رافض يديله في الأول وواحد من الجنود بيفضل يتريق عليه ويقول له الكلب الوحيد اللي هيحب أكلك، والطباخ بيديله أكل غصب عنه لما بيعرف إن ده أمر النقيب. وأصحاب روبرت بيكونوا مستغربين إن الرقيب وافق يخلي الكلب معاه، وهم بيعرفوه إن العقيد لو عرف إن في كلب موجود هيطرده من المعسكر. وبيفضل ستابي يرخم على صاحبه روبرت وبيكون عايز ياكل أكله. ولما بيروحوا يناموا ستابي بيكون عايز ينام على السرير، لكن روبرت بيقول له ينام جنبه على الأرض. وتاني يوم النقيب بيصحي الجنود ولما بيسمعوا ستابي بيصحي روبرت بسرعة وبيجهزوا وبيبدأوا تمرينات وتدريبات والكلب بيشاركهم في كل التدريبات. بيفضل ستابي مركز مع روبرت وبيفضل ملازمه في كل التدريبات وبيحميه كمان. وبيكون النقيب مبسوط جدا بشجاعة الكلب وإصراره، خصوصا لما بيأديله التحية وبيقول للجنود يتعلموا منه. ولما بيروحوا يناموا زمايله بيقولوا له يودع الكلب لأن العقيد جاي ولو شافه هيخلص عليه. وبيفضل روبرت طول الليل يدربه على تأدية التحية للعقيد. تاني يوم بيوصل العقيد ولما بيشوف الكلب بيستغرب وجوده وبيتعصب وبيسأل مين صاحب الكلب ده. وروبرت بيرد وبيعرفه انه كلبه يا فندم. وبيتفاجئ العقيد لما ستابي بيقدم له التحية وبيسأل روبرت لو هو دربه، ولما بيعرف انه بيسمع الكلام بسرعة بيقرر يخليه في الكتيبة ويعتبره جندي مطيع. وبيبدأ النقيب يدرب الجنود على استنشاق الغازات المسيلة للدموع وبيلبسهم أقنعة وبيحبسهم جوه أوضة، ولما بينتشر الغاز بيقول لهم يخلعوا الأقنعة ويستنشقوا الغاز، وبعدها بيفتح لهم النقيب الباب بسرعة ويخرجوا. ومش بيكونوا قادرين ياخدوا نفسهم وهو بيعرفهم ان ده غاز مسيل للدموع ولازم يتعودوا عليه لانهم في ارض المعركة هيقابلوا غازات سامة كتير واقوى من دي كمان، ولازم يخلوا الاقنعة معاهم طول الوقت علشان يتدربوا على لبسها، وبيعرفهم انهم هيمروا باصعب من ده في ارض المعركة. ومع الوقت بيفضل ستابي يتدرب ويتمرن مع الجنود وبيفضل ملازم روبرت وبيحميه دايما. والعقيد بيجمع الجنود وبيقول لهم انه كان متابعهم وبيراقبهم الفترة اللي فاتت وشاف انهم مجتهدين وبيعملوا مجهودات كويسة، وكان بيتمنى يفضلوا علشان يدربوا الجنود الجداد اللي هيجوا، لكن هم هيتنقلوا للكتيبة علشان الحرب كمان اسبوع. وبيقول لهم يكتبوا جوابات لاهلهم وحبايبهم يودعوهم قبل الحرب. بيكون روبرت قلقان شويه من الحرب وبيكتب رساله لاخته وبيحكي لها فيها كل حاجه بتحصل في المعسكر معاه، وانه اتعرف على الكلب ستابي اللي يعتبر صديقه القريب ليه، وانه زعلان ومتاثر علشان مش هيعرف ياخده معاه للكتيبه. وبيبدا روبرت يجهز الشنطه بتاعته وستابي بيكون عايز يلعب معاه بالكوره وبيدخل يقعد جوه الشنطه بتاعته. وروبرت بيفهم ان ستابي عايز يروح معاه وبيلبسه روبرت طوق جديد جايبهوله وبياخده وبيوديه للطباخ اللي هيفضل معاه، وروبرت بيطلب منه ياكله ياخد باله منه وبيربطه بالحبل في رجل الترابيزه وبيمشي وهو زعلان. وبيفضل ستابي يهوهو عليه وبيقدر يفك الحبل وبيجري يركب القطر اللي روبرت وباقي الجنود ركبوه، لكن القطر بيكون مشي خلاص وبيفضل ستابي يجري باقصى سرعته واخيرا بيوصل لاخر عربيه في القطر.
وبيشوف الجنود وهم طالعين للسفينة اللي هتنقلهم للحرب في فرنسا. ولما بيشوف روبرت طالع معاهم بيستخبى ستابي جوه صندوق وبيطلع معاهم السفينة. ولما بيخرج من الصندوق بيفضل يدور على روبرت بحذر وبيدخل المكان اللي الجنود نايمين فيه، وبيفضل يشم في جزم الجنود وبيقدر في الاخر يوصل لروبرت وبيصحيه. وبيتفاجئ روبرت لما بيشوفه وبيقرر يخليه معاه، وبيقول له انه لازم يخبيه كويس علشان محدش يشوفه، واصحابه بيكونوا مستغربين انه قدر يوصل للسفينه ازاي. وبيخبيه روبرت فعلا جوه الشنطه بتاعته، وهو ماشي مع زمايله بيخبطوا في رئيس الجيش وبيقعوا على الارض وبيشوف الكلب. ولما بيشوف الكلب بيسأل عن وجوده في السفينه، وروبرت بيعرفه ان هو اللي فضل وراه يا فندم، وركب وراه القطر كمان. وستابي بيأدي له التحيه، وبيستغرب الرئيس والعقيد بيعرفوا ان ستابي كلب ذكي على فكره، وقضى معاهم فترة التدريب كلها. وبيقرر الرئيس يخلي الكلب معاهم كمان، بيأمرهم يعملوا له شارة باسمه، واصحاب روبرت بيعملوا له الشارة ويلبسوها له، وبيعترفوا انه فعلا كلب محظوظ جدا جدا. واخيرا بيوصلوا لفرنسا وبينضموا للجنود الفرنسيين اللي بتكون معنوياتهم متحطمة بسبب الهزايم والخسارة اللي بيقابلوها في الحرب، وبيكونوا تعبانين جدا ومستنيين دعم الجنود دول من فترة. ويستابي بياخد باله من فار بيسرق اكل من شنطة جندي فرنسي، وبيفضل يطارده ويجري وراه، والجنود الفرنسية بيكونوا مستغربين ان في كلب معاهم في الحرب يعني. وبيثبت ستابي نفسه وبيخلص الكتيبة كلها من الفئران والحشرات. وأول ما كتيبة روبرت بتوصل بيهجم الألمان على الكتيبة بالقذائف، وبيكون روبرت خايف على ستابي يحصل له حاجة. وبنشوف ستابي وهو بيساعد الجنود وبيحفر وبيخرج الجنود اللي بتدفن تحت الحطام. والنقيب بياخد باله إن الألمان كاتبين يافطة ترحيب بالجنود الأمريكان، والهجوم ده ترحيب ليهم. ولما بيروحوا يجيبوا اكل من الطباخ بيكون رافض يدي لستابي اكل، لكن روبرت بيعرفه انه جندي زيه زيهم بالظبط. والطباخ بياخد روبرت وستابي وبيروحوا يخدموا في الحراسة الليلية وهيتجسسوا على الألمان. وبيروح وراهم أصحاب روبرت، لكن بيسمعوا صوت إطلاق نار وبيخافوا وبينزلوا على الأرض. والطباخ بيطمنهم إن ده صوت إطلاق النار اللي تبعهم هم. والطباخ بياخدهم للخيمة اللي هيناموا فيها، وتاني يوم بيركبوا الأحصنة. والطباخ بيسأل روبرت عن الكلب، وهو بيحكي له قصته مع ستابي من أول يوم، وبيروحوا يراقبوا الألمان. وبيكتشفوا بالمنظار إنهم بيخططوا يغزوهم بالغاز السام، وبيقرروا يرجعوا للكتيبة ويعرفوا الجنود. لكن جندي من الألمان اللي كان ماشي وراهم بيراقبهم بيضرب طلقة على روبرت، لكن بينقذوا ستابي. والأحصنة بتخاف وبتطلع تجري، وبيقرر روبرت وزميله يواجهوا الجندي الألماني. وروبرت بيقبر ستابي يروح للكتيبة بسرعة ويحذرهم. بالفعل بيجري ستابي وبيفضل يهوهو للنقيب، والنقيب بيفهم الإشارة وبيلبس القناع وبيستعد للهجوم. وستابي بيجري يحذر كل الجنود وبيخليهم يلبسوا الأقنعة. كمان بيروحوا للمدنيين في القرية وبيحذروهم وهم بيدخلوا جوه البيت، وبيقفلوا الشبابيك والأبواب لما بيشوفوا غيامة الغاز داخلة عليهم. وروبرت بيوصل وبياخد ستابي معاه علشان يغطي وشه من الغاز. ولما الغاز بيروح بيطلعوا من بيوتهم، والكل بيكون فرحان وفخورين بستابي اللي بقى مشهور في القرية كلها. بعد كده بنشوف ستابي وهو بنصطاد أرنب لروبرت، وبيفرح الطباخ وبيطبخوا ليهم. وبعد كده بيروحوا يتمشوا، والطباخ بيوري روبرت صورته مع مراته وأطفاله. أما روبرت بيعرفه إنه كل عيلته هي أخته بعد ما أبوه وأمه ماتوا، وإنه يتمنى يكون عيلة ويكون عنده أطفال. والطباخ بيعرفه إنه مرجعش بيته من أكتر من 5 سنين بسبب الحرب، وبيتمنى الحرب تخلص علشان يرجع لمراته وأطفاله. وبيعرفه إنه كان عنده مطعم مشهور في المدينة قبل الحرب. بعد كده الألمان بيضربوا عليهم نار تاني، وبيجري ستابي وسط ضربات النار، وبيكون روبرت خايف عليه يتصاب، لكن بيقدر ستابي يوصل لجندي متصاب وبينقذه. ولما المعركة بتخلص وبيروحوا للكتيبة بيكون الكل بيحسد ستابي انه قدر يصمد ويعيش بعد كل اطلاق النار ده. وواحدة من اهل القرية بتدي لستابي هدية تكريما ليه لانه انقذهم من الغاز. كمان الطباخ بيكون جايب له قناع مخصوص ليه من القائد علشان يحميه من الغازات. وبتنطلق الكتيبة لمكان تاني هيحاربوا فيه، ولما بينقلوا للمكان التاني بتحصل حرب كتيرة بينهم وبين الألمان. ووسط ضرب النار ده بيقرر روبرت والطباخ يعملوا فخ لجنود الألمان، وبيروح عليهم ستابي وبيهوهو. ولما بيشوفوه بيجروا وراهم، وبيكون روبرت والطباخ في ظهرهم وبيقدروا يثبتوهم وبيقبضوا عليهم كأسرى. وبيشكروا ستابي على ذكائه لأن جنود الألمان بيرموا قنبلة على واحد من الجنود، وستابي بيجري ياخدها ببقه يرميها بعيد، لكن بيتصاب وبيقع وسط الحيطان. وروبرت بيكون خايف عليه وبيطلع ياخده وبيركبه في عربية الإسعاف مع صاحبه اللي اتصاب هو كمان علشان يتعالجوا في المستشفى، وبيترجى الدكتور يكشف عليه ويرعاه. والحرب بتفضل شغالة بين الجنود الألمان، والموضوع بيكون صعب أكتر خصوصا في غياب ستابي. والمطر بينزل والمكان بيبقى عبارة عن مستنقع، وبيكون روبرت حاسس بالضياع والتوهان من غير ستابي. وكمان الطباخ بيمشي ويسيبه لأنه بيتم استدعائه في مكان تاني للخدمة. وبيحس روبرت إنه فقد الأمل وبقى وحيد من غير أصحابه. وبيكتب جواب لأخته وهو حزين، وبيعرفها كل اللي حصل وإنه ما شافش ستابي
بقاله 4 أسابيع وبيتمنى إنه يكون كويس وبيتم علاجه. بنشوف بعد كده ستابي في المستشفى بعد ما خلص علاجه، لكن مش بيكون قادر يمشي على رجليه كويس، وبيقرر يروح لروبرت، وبيكون روبرت مريض بسبب انتشار انفلونزا انتشرت بين الجنود زي الدخان السام كده، وكانت حالته سيئة جدا. وبيفضل ستابي ماشي وبيشوف قدامه جنود بتشوي نقانق وبيسرقها وبيجري، ومع الوقت بيتعب وبينام على الأرض، وبيكون روبرت مريض هو كمان، لحد ما أخيرا بيقدر يوصل لروبرت اللي بيفرح برجوعه ليه وبيحسن من نفسيته. وبتقرر الكتيبة تديهم أسبوع إجازة في باريس، وبيركبوا في القطر مع الجندي اللي كان اتصاب وتعافى بعدها، وكمان بيروح معاهم صديقهم أولسن. ولما بيوصلوا بيكون الكل فخور بروبرت وستابي وبيرحبوا بيهم، وبيتفسح روبرت وستابي في باريس وبياخدوا صور تذكارية بيبعتها روبرت لأخته. بعد كده بيرجع لجنود الحرب، وبيقدر ستابي يتعرف على جاسوس ألماني وبيقبض عليه، وبسبب ده العقيد بيكرم ستابي لرتبة نقيب، وبيكرم روبرت لرتبة عريف. وروبرت بيكون فرحان جدا وبيقول لستابي ان رتبته اعلى منه، وبتنتشر الاخبار في كل مكان عن ستابي ومجهوداته في الحرب، وبينشهر جدا. وبيكمل الجنود حربهم ضد الالمان اللي بتنتهي بعقد هدنه بينهم، واخيرا الحرب بتنتهي. وروبرت واصحابه بيحكوا عن اللي هيعملوه في حياتهم لما يرجعوا لبلدهم، وأونسن بيقول لهم انه هيتجوز وهيخلف اطفال وبيتمنى يعيش حياه هاديه. وقبل ما يرجع جنود الامريكان لبلادهم بتحصل حرب اخيره بينهم وبين الالمان قبل الهدنه، لكن للاسف أونسن بيموت في الحرب دي، وستابي مش بيقدر يوصل غير للخوذة بتاعته، وبيزعلوا جدا عليه. وروبرت بيودع صديقه الطباخ، وبيتحركوا بالسفينة لوطنهم من تاني. ولما بيرجعوا الكل بيحييهم وبيكونوا فخورين بيهم وبستابي اللي بيكون أشهر كلب في أمريكا في الوقت ده، الكلب اللي قضى 18 شهر في الخدمة، خدم في 17 معركة و4 حملات. والقصة دي مبنية على أحداث حقيقية سنة 1918. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.